ازاي تحضري طفلك لرمضان؟ رمضان كل سنة بيبقى مرتبط معانا بالعبادات، وبنبقى مهتمين جدا اننا نوصل الفكرة دي لأولادنا عشان هما كمان يحسوا بيها. معظمنا عنده ذكريات كتيرة في الطفولة بتاعتنا من رمضان، وبيبقى نفسنا جدا ان احنا كمان يبقى عندنا ذكريات حلوة مع أولادنا لما يكبروا ويفتكروا حالنا. معاكم صفاء الديب، هاند ان هاند بيرنت انستراكتور. وفي الفيديو ده هنتكلم عن رمضان وازاي نحضر اولادنا ليهم بشكل خاص جدا. بما انه خلاص على الابواب ان شاء الله، فانا حتى قررت ان انا انزل الفيديو قبل رمضان على طول علشان الانشطه والحاجات الكتيره اللي انا عاملاها لكم في الفيديو النهارده تقدروا ان انتوا تستغلوها اخر يوم رمضان وتبداوا تحضروها معاهم. ومهم جدا انه في رمضان انه الطفل يبقى عارف انه عايز يعمل الطاعات زي الصلاة والصوم، انه يفهم انه احنا بنعملها علشان حبا في رمضان، مش عشان بس ماما او بابا عايزين ان هما يخلونا نعمل ده. في الفيديو هنعمل شوية انشطة سهلة مع طفلك، ممكن تقدري ان انتي تخليه يتعود على رمضان ويعرف احنا بنصوم ليه، ومع الوقت كمان يكون حابب انه يشارك في الطاعات دي تدريجيا وفي الصيام لما يكبر شوية، بحيث انه مش بس ان انتي تطلبي منه ان هو يبدأ يصوم، لكن هو كمان يبقى عايز انه يعمل ده. اول حاجة هنتعلمها مع بعض او عايزة تعلميها لابنك او بنتك، انه علشان اي حاجة في الدنيا نبقى بنعملها لازم يكون فيها استمرارية. كمان مداومتنا على فعل السلوك دي بتخليه يتثبت عندنا. عشان كده فكرة ان الطفل يلاحظ ان في حاجة جديدة بتحصل في رمضان في البيت في الاوقات دي بتبقى حاجة غير عادية جدا، وفي اجواء جديدة كده بتدخل عليكم، زي بقى نبدأ نزين البيت، نبدأ نحط فانوس لرمضان، نبدأ نجيب أكل مختلف زي يعني عن كل سنة، زي مثلا الكنافة والقطايف. الحاجات دي كلها بتعمل زي أنكر أو روابط للشهر الكريم في السنة. هي مش مجرد بس عادات احنا بنعملها، ولكن بتربطنا انه الشهر ده مختلف ومهم، والطفل بيبقى حابب كده يعرف انه ازاي هو كمان يشارك في الاختلاف ده. بما ان الطقوس والتجهيزات دي بتحصل دايما كل سنة، فتعالوا بينا نستغل ازاي نقدر نعمل انشطة تساعدنا احنا كمان نستغلها كل سنة تحبب ابننا او بنتنا في رمضان. اول حاجة محتاجين نفهمه فيها يعني ايه رمضان. ابني دايما بيسألني السؤال ده، ليه الشهر ده مختلف؟ ليه بنعلق زينة؟ ليه الشهر ده بناخد فيه حسنات اكتر وبيخلينا نقرب من ربنا اكتر؟ فمهم ان احنا نجاوب على الاسئلة دي اللي بتدور في دماغ اولادنا، عشان ما يبقاش مستغرب قوي ليه الاهتمام الزايد ده، ونبقى مشاركينه جدا في الطاعات دي او في الوقت المميز ده من السنة. نعم، اول حاجة هنعرفه ايه هو فضل شهر رمضان، وهنقوله انه ده الشهر الكريم اللي انزل فيه القرآن. وممكن تبدأي تقري معاه من القرآن ايه الايات او السور اللي نزلت في شهر رمضان. عرفيه كمان فضل الصيام عند ربنا، وليه احنا بنصوم، زي ان احنا بنصوم عن الشهوات، وعن اننا نكون بنعمل حاجات بنحبها قوي وبتبسطنا زي الاكل والشرب. بس في رمضان احنا بنجاهد نفسنا ان احنا نتحكم دايما في جسمنا. ممكن تقولي له ان الصايم كمان وقت رمضان في وقت الفطار ليه دعاء مستجاب، وتشجعيه انه تدعوا لبعض قبل الفطار بدقايق. عرفيه كمان عن سنن الرسول في رمضان زي السحور، ان احنا كمان نعجل الافطار والدعاء وقراءة القرآن. كل دي حاجات مهمة جدا ان احنا نبقى بنعملها في شهر رمضان. طيب، عايزين كمان ننمي معرفته باختلاف الشهر ده عن باقي الشهور، ونحمسه كده زيادة على القيام بالصيام والطاعات والحاجات المطلوبة منه. هقولك دلوقتي على شوية أنشطة مهمة جدا ممكن تساعدك ان انتي تنمي جواه حب شهر رمضان، وانه يفهم اكتر ليه رمضان ده شهر جميل ومختلف وفيه روحانيات مختلفة عن كل سنة. اول نشاط هنبدأ بيه النهاردة وهو ازاي نبني عادات. عايزين نستغل الشهر الكريم بان احنا نبدأ نبني عادات حلوة مع اطفالنا. الصلاة
اكتر حاجة بتخلينا نعملها انها بتبقى عادة، انه لما بيشوف الاب والام بيصلوا بيلاقي هو كمان انه حابب ان هو يقلدهم، بغض النظر عن انه فاهم معنى الصلاة ولا لأ، ولكن الاكتر ان احنا بنبنيها في الاول على انها عادة. فممكن يبقى في مرة بيصلي معاكي في اليوم والمرة التانية بيصلي مع باباه، او مثلا ينزل صلاة الجمعة معاه ويصلي التراويح. كل ما هيشوف اولادنا هيشوفوا ان احنا بنعمل ده فعلا احنا بنفسنا، وان احنا قدوة ليهم، ده هيساعدهم انه الطاعة دي تتغرس في حياتهم بسهولة اكتر بكتير من لو اني انا مش بعملها. فلو احنا عايزينهم ان هم يعملوها، يلا بينا كمان نبدأ احنا كمان، لو مش بنصلي في رمضان انه نصلي ونستمر ونداوم على الصلاة في رمضان ونخليه يشاركنا. وان شاء الله ربنا يعني ييسر لكم وتقدروا ان انتوا تكملوا بعد رمضان لو انتوا مش بتصلوا. تاني حاجة الزيارات العائلية. نتكلم هنا بقى عن صلة الرحم وازاي احنا بناخد عليها ثواب كبير جدا، وعايزاكي تعرفيه هنا على فكرة النوايا، وازاي ان احنا بناخد نية وثواب ادخال السرور على قلب مسلم لما بنعمل حاجة زي دي. فلو انا بزور تيتا او بزور جده او بزور خاله او عمته او اي حد من العيلة، ده بيزود الترابط ما بين الطفل وعيلته، وكمان هناخد عليه حسنة زيادة كمان، لانه احنا واخدين نية قبل ما نروح ان احنا هنزود السعادة عندهم او ادخال السرور عندهم. فدي حاجة ليها اجر كبير جدا عند ربنا. تالت فكرة عندنا هي الكواليتي تايم. ممكن تبدأي تنزلي حلقات لقصص الانبياء، تتفرجوا مع بعض كل يوم على حلقة، ويكون ده الكواليتي تايم اللي ما بينكم. طبيعي جدا الطفل هيبقى عنده فضول اكتر انه يناقشك في الافكار اللي شافها، لان ده طبيعي جدا انه ما يفهمش كل الحاجات اللي شافها في الفيديو. فمحتاج ان يكون في حد جنبه، باباه مامته، حد يحسسه ان دي حاجة حلوة ومش هو بيعملها لوحده، لا انتوا كمان بتشاركوه فيها. طيب، وتكوني جاهزة بالرد على الأسئلة اللي هو هيسألها. النشاط الرابع، ثبتي دايما ميعاد مخصص خلال اليوم في شهر رمضان، وخصصي الوقت ده لقراءة القرآن وتدبر الآيات. اختاري سورة صغيرة أو حتى سورة كبيرة، واختاروا من الصور دي آيات معينة. ابدأوا ان انتوا اتعلموا ازاي النطق الصحيح بتاعها بيكون ازاي، وحضري دايما قبليها التفسير بتاع الآيات دي، واتكلموا مع بعض عن الآية دي نزلت امتى، في قصة ايه، سورة ايه بشكل عام. نظمي جدول بالأيام والمواعيد بتاعة ورد القرآن طول الشهر علشان تقدري تعمليها بكل سهولة. الأطفال دايما من الحاجات اللي بتثبت معاهم الروتين، فكرة الروتين ان انا بعمل الحاجة في نفس الميعاد كل يوم، ده بيفرق معاهم جدا. ممكن كمان تحمسيه بان انتي تقوليله انه مثلا ممكن يقرأ او يجيب المعلومة او يدور عليها على الانترنت، او يكلم تيتا او جده او اي حد ويسأله عن تفسير الآية دي، واعملوا زي مسابقة مع بعض كده مين هيجيب التفسير الاول، التفسير الصح. وده هيساعده جدا ان هو لما يكبر انه يتعلم ازاي يعرف يدور على المعلومة، مش اي حد يقول له اي معلومة وخلاص. خامس نشاط معانا وهو الصدقة، وده من اكتر الانشطة اللطيفة جدا اللي انتي ممكن تعمليها مع ابنك. وانا حابة جدا ان مفهوم الصدقة يترسخ عنده مع اهل البيت. يعني احنا ممكن نعمل الوجبة بتاعة الفطار، خليه يساعدك فيها وفهميه ان هو النوع من انواع الصدقة هو اطعام الطعام، فلما يحضر معاكي الوجبة في البيت واهل البيت ياكلوا منهم يبقى هو كده بيعمل اطعام طعام، وان هو هياخد حسنات كتيرة عليها، وانه ده هيفرق جدا معاه في اخر نشاط لما نيجي نتكلم عنه ان شاء الله. فخلي فكرة الإطعام الطعام ممكن تبقى جوه البيت، أو لو حابين ان انتوا توسعوها شوية ممكن الوجبة دي تشيلوا منها جزء وتخليه ينزل يديها لحد ممكن يكون محتاجها في محيط المكان عندكم اللي انتوا ساكنين فيه. ده هيسهل عليه جدا فكرة انه يعرف معاني الصدقات بكل سهولة. طيب، احنا كمان عايزين نعرفه انه في معاني تانية مختلفة عن الصدقات غير بس اطعام الطعام. ممكن مثلا الابتسامة صدقة، لو حطينا مية او اكل
الكلاب والقطط اللي في الشارع برضو دي صدقة. إماطة الأذى عن الطريق دي برضو صدقة. لو لقينا أي حاجة وحشة في الشارع، ودي من أكتر المفاهيم اللي أنا عرفت ابني عليها من وهو صغير. ودلوقتي لو احنا ماشيين ولقى حاجة ازاز ممكن تعور حد او طوبة مثلا، بيشيلها على جنب علشان هو عارف ان ده بياخد عليها حسنات. طيب، سادس حاجة وهي او سادس نشاط عندنا هو نشر السعادة. فانا شايفة ان انتي ممكن تجيبي ورق صغير وتعملوه زي كارت كده صغنطوط، تعرفي انه الكلمة الطيبة صدقة، وده شكل من اشكال الصدقات. ممكن يشوف عدد اصحابه في الكلاس اللي هو بيحبهم ويبدأ يكتب كلمة حلوة ايجابية لكل طفل من اصحابه. او مثلا تجيبوا فوانيس صغيرة وتوزعوها على الأطفال في العمارة أو أطفال العيلة. فده هيعرفوا إن نشر الفرحة والبهجة على رمضان بتدخل عليهم سرور، ودي بتبقى حاجة حلوة جدا وهياخد عليها ثواب بعد كده. طيب، سابع نشاط عندنا هي الأدعية. ممكن تجيبي ورق ملون أو ورق عادي وتجهزي فيه أهم الأدعية اللي انتم محتاجين إن هو يبقى عارفها في رمضان ومخصصة بشكل خاص لرمضان، زي دعاء السحور، دعاء الإفطار. هتبقى حاجة جميلة جدا وبسيطة، بس هتفكروا دايما إنه في رمضان إحنا نقدر ندعي، والأدعية بتاعتنا إن شاء الله ربنا هيسرها لنا وإنها تستجاب بإذن الله. آخر نشاط عندنا وهو أهم نشاط بصراحة بالنسبة لي، متحمسة ليه جدا، هو إن احنا نجيب برطمان إزاز أو أي حاجة، صندوق مثلا، ونبقى معرفين الطفل إنه احنا كل البيت هيشارك في النشاط ده، وأكتر حد هيعمل صدقات لما هنفتح الصندوق آخر الشهر هيبقى هو هياخد مكافأة. فخليه خلال اليوم يفتكر دايما ايه الحاجات الحلوة اللي هو عملها، زي مثلا انه فرح اصحابه، عمل اطعام طعام. كل الانشطه اللي احنا اتكلمنا عليها دي هيبدا يكتب اسمه في ورقه صغيره زي ستيكي نوت كده او ورقه صغنططه، ويكتب تاريخ اليوم وايه الحسنه اللي هو عملها او الصدقه اللي هو عملها خلال اليوم. حتى لو عمل اكتر من 4-5 صدقات او اكتر من كده براحتك، المهم تخليه يكسب في الاخر وكل البيت يشارك، يعني الاب والام والاطفال كلهم يشاركوا، علشان ده هيفرق معاه جدا، وهيبقى عارف انه في اخر الشهر انه ايه كمية الثواب والحسنات اللي انا عملتها طول الشهر ده. فقوليلنا بقى في الكومنتات ايه اكتر نشاط عجبك وحابة ان انتي تبدأي بيه ان شاء الله في رمضان، وقوليلي تحبي الفيديو الجاي نتكلم عن ايه.